السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، أولى ثانوي بكالوريا. لو أنا جيت أكلمك النهاردة على أجمل الدروس اللي أنت تستمتع بيها، ملامح تاريخ مصر القديمة الفرعونية. تاريخ مصر القديمة جالي واحد اسمه مانيتون السمنودي. اسمه إيه؟ أهو مانيتون السمنودي. قسم مصر 30 أسرة. يبقى مانيتون السمنودي قسم مصر 30 أسرة، وده مؤرخ مصري، وبالنسبة لنا ده أبو التاريخ، لأن ده جمع التاريخ المصري وقسمهم 30 أسرة. طيب ال 30 أسرة قال لك والله من 1 ل2 ومن 3 ل6 ومن 7 ل10 ومن 11 ل12 ومن 13 لكام؟ ل17، وقلنا من 18 ل20 ومن 21 ل30. مانيتون السمنودي قال لي 30 أسرة. مانيتون السمنودي قال لي 30 أسرة. ويعني ايه أسرة؟ أنا اتجوزت وخلفت، بقى عندي أسرة. ابني من نفس الأسرة، ابني من نفس الأسرة، ابني من نفس الأسرة، ابني من نفس الأسرة. خلاص خلصت الأسرة دي، جه واحد تاني غيرنا ومن مش من نسلنا خالص، وجه اتجوز وجاب عيال، عمل أسرة. عشان كده الأسرة بتنتهي عند آخر واحد. دي كلمة الأسرة وانتقال الأسرة. جالي بقى المؤرخون قسموا إلى 3 دول و3 عصور. 3 دول و3 عصور، وقبل ال3 دول دول العصر العتيق. يبقى قسموا 3 دول و3 عصور، فاحنا بنقول التوتال 7. عندي عصور قوة وازدهار. عصور قوة وايه؟ وازدهار. دي الدول، وهم 3: قديمة، وسطى، حديثة. اكتب ورايا التقسيم اهو. المؤرخون قسموا 3 دول قوة و3 عصور ضعف، اسمها اضمحلال وضعف. سموها ايه؟ انتقال اول، وانتقال ثاني، وانتقال ثالث. الثالث ده عشان انت ما تتلخبطش اسمه عصر متأخر. عصر ايه؟ متأخر. انا عندي قوة ينزل لضعف، قوة ينزل لضعف، قوة ينزل لضعف. يبقى الدولة المصرية القديمة مانيتون السمنودي قال لك 30 أسرة. المؤرخون جم قالوا لك احنا هنقسم عصور القوة وعصور الضعف. كل عصر قوي او عصر دولة قوية قبله بعديها عصر ضعف، بعد كده طلع لعصر قوة، بعد كده نزل لعصر ضعف. يعني انا دلوقتي في قوة رايح لضعف، طب بعد الضعف قوة، طب بعد القوة ضعف، طب بعد الضعف قوة. دي نفس الفكرة اللي هنشرح عليها. يبقى مانيتون السمنودي قسم كام؟ 30 أسرة. طب المؤرخون 3 دول و3 عصور، وبين كل واحدة يعني مثلا قوة ضعف قوة ضعف. يبقى هنا قال لي عصر الانتقال الأول ده ضعف، انتقال تاني ضعف، اضمحلال ضعف، عدم إصدار ضعف. ده بالإصدار والقوة ده دول بقى قديمة وسطى حديثة، قديمة وسطى حديثة. 3 دول قديمة وسطى حديثة. تعالى بقى يا عم نقسم هنا ونكتب الكلام ده، مهم قوي قوي قوي. عندي من 1 ل2 العصر العتيق.
يبقى العصر العتيق الأسرة 1 و2، واللي أسس الأسرة 1 ده مينا نعرمر اللي وحد القطرين. بقى كده يا مستر هنا بقى الدولة القديمة. يبقى الدولة القديمة من كام؟ من 3 ل6. يبقى قديمة 3 ل6، 3 ل6 قديمة. ده ب1 و2 ده عتيق، عتيق اللي هو دولة التأسيس. ده هنا دولة قديمة، اللي هيجاوب يبقى شاطر. بعد الدولة القديمة ناخد واحد من هنا، انتقال أول. انتقال أول. ده بعد الانتقال الأول ده ضعف، أطلع فين؟ للقوة. ناخد إيه؟ واحد من هنا. يبقى دي دولة وسطى. طيب أنا في دولة وسطى قوية، بعديها آخد واحد من هنا بانتقال ثاني. أهو انتقال ثاني. طيب بعد الانتقال الثاني ضعف ولا قوة؟ ده ضعف، يبقى اطلع للقوة اخد حديثة. يبقى هنا دولة حديثة. طب بعد كده فضلش غيرها، انتقال ثالث اللي هو اسمه عصر متأخر، اللي هو عصر متأخر. حلوة قوي اللعبة دي. مانوتون السمنودي قسم 30 أسرة. المؤرخون اللي هم جم بعد كده قال لي قسموا 3 دول و3 عصور. عصور الدول قديمة وسطى حديثة هي ازدهار وقوة. أما ال3 انتقالات اللي هم ال3 عصور، انتقال أول انتقال تاني قلنا عصر متأخر، دول عصور الإضمحلال والضعف. الإضمحلال والإيه؟ والضعف. يلا بينا نكمل يا عم اللي بعده. يلا بينا نتكلم عن العصر العتيق. أول حاجة من الأسرة 1 ل2 ده العصر العتيق. العصر العتيق يا شباب هنعمل حاجة كده بسيطة نفهم من خلالها. أولا أنا عندي أقاليم. عندي إيه؟ أقاليم. أنا عندي أهو ده نهر البحر المتوسط أهو، تمام؟ يطلع منه هنا نهر النيل. أنا عندي مملكة الشمال ومملكة الجنوب. هنا كان ليها حاكم وهنا كان ليها حاكم. قبل العصر العتيق كان هنا في حاكم وهنا في حاكم. أول وحدة وما كملتش كانت على يد حاكم الشمال، وحد الجنوب مع الشمال، وحدهم. حلو. بس الكلام ده يعني كان الكلام ده بنقول ايه؟ ولا نعرف اسمه ولا نعرف هو مين. بس اللي احنا وصلنا له من خلال التاريخ ان الوحدة الاولى كانت قبل مينا، بس مش وحدة كاملة. الوحدة الكاملة اللي تأسس عليها الدولة كلها القوية والحضارة الفرعونية كلها هو الملك مينا. لأن هنا يا ريس بعد ما توحدوا المملكتين مع بعض بحاكم الشمال واحد هو جمعهم، انهار تاني بقى عند الشمال وعند الجنوب، وحكام الأقاليم دول إيه؟ عايشين مع نفسهم. حلو. لازم تعرف المعلومة دي على جنب. مينا جه عمل مدينة هنا في الليشت، منطقة اسمها الليشت في الجيزة. الليشت فين؟ في الجيزة. الليشت اللي في الجيزة دي واخد بالك سماها من نفر، وحوطها بسور سماها قلعة بيضاء لأن كلها بسور أبيض. يبقى مينا عمل حكومة مركزية تربط الشمال بالجنوب. بص دي القاهرة، هنا الجيزة. عمل من نفر اللي هي سموها بعد كده منفى اللي هي في منطقة الليشت بالجيزة. الليشت بالايه؟ بالجيزة. يبقى ده أول واحد عمل حكومة مركزية. مينا مؤسس الأسرة الأولى مينا اللي هو بنقول عليه نعرمر. وصلاية نعرمر فيها قوة وهيبة الدولة، والدولة دي
كانت يا ريس فيها ايه؟ فيها حكومة مركزية، فيها سلطة القضاء على حكام الأقاليم. يعني أنا النهاردة قضيت على حكام الأقاليم وحدت مملكة الشمال مع مملكة الجنوب، وبقت مصر موحدة، دولة مستقلة تقع تحت حكومة مركزية. ده بالكلام اللي انت بتقوله ده، هل هو اهتم بالزراعة؟ اهتم بالزراعة. اهتم بالعمارة؟ اهتم بالعمارة والبناء والهندسة، نتيجة اللي هو عمل مدينة وصورها بالسور الأبيض. يبقى إذن هنا بنقول مينا هو دولة البناء والتأسيس. دولة البناء والإيه؟ والتأسيس، يعني ده اللي بنى وأسس اللي جاي كله عليه. عشان كده بنقول مينا وحد القطرين وكمان لبس التاجين. يبقى مينا وحد القطرين وكمان لبس التاجين الأحمر والأبيض، وهو رئيس ملك الشمال والجنوب في حكومة مركزية واحدة. بعد مينا ملوك العصر العتيق. بصوا عمل ايه بقى؟ قال لك المصاهرة والزواج وانتشار الأعياد الدينية. الناس دول كان عندهم حكمة في إدارة البلاد، حكمة. قال لك بس أنا بتوع الشمال منفصلين على بتوع الجنوب، وإحنا جينا سياسيا وعسكريا قضينا على كل الفوضى، لأن مينا كان أصلا من الجنوب. يبقى الوحدة الأولى كان اللي عملها من الشمال، الوحدة بقى الرئيسية بتاعتنا بتاعت مينا جاية لك من الجنوب. فإذا بقى الحكام دول عملوا إدارة حكيمة، قال لك والله إحنا نخلي هنا في زواج بين الشمال والجنوب، فيبقى في مصاهرة، ابن خالتي في الجنوب وابن عمتي في الشمال، في مصاهرة. وانتشار الأعياد القومية، يعني في أعياد يخلوها كاملة للبلد كلها فكله يحتفل والبلد تحس اللي هي في وحدة وعدم تجزئة. يبقى إذن مين أسس ومين بنى؟ العتيق. مين اللي فيه الوحدة المركزية؟ العتيق. مين اللي اهتموا ببناء القلعة البيضاء؟ العصر العتيق. مين اللي عمل مدينة منف؟ قلنا مينا في العصر العتيق. وخلي بالك الكلام ده كله موجود في صلاية معرمر. صلاية معرمر اللي فيها رئيس الملك مينا وهو بيحارب الأعداء وبيوحد القطرين اللي هو مملكة الشمال ومملكة الجنوب. يبقى العصر العتيق الأسرة 1 والأسرة 2. عصر عتيق عصر التأسيس والبناء. تاني عصر، عصر الدولة القديمة. عصر الدولة القديمة يا شباب، عصر الدولة القديمة سمي بعصر بناة الأهرامات. بص أنا عندي أول هرم أهو، خليه هنا، ده هرم زوسر، الهرم المدرج. وزوسر ده مؤسس الأسرة الثالثة، وأنا عندي الدولة القديمة من 3 ل6، خلي بالك. يبقى هرم زوسر ده رقم 1 أهو، أسس الأسرة. بقى كده عندي مين؟ عندي الهرم كبير والوسط، الوسط أهو مكبره شوية، وعندي اللي هنا. يبقى دول الأهرامات الثلاثة، خوفو وخفرع ومنقورع. يبقى دول يا ريس الاهرامات الثلاث. انا همسح ده عشان مش عاجبني، هرسمهم من جديد، معلش. بسم الله. ده الوسط، تيجي معانا وسط، ده الصغنن، ايوه كده جامد. الاهرامات الثلاثه خوفو خفرع منقورع، وابوهم اللي اسس الاسره الرابعه اسمه سنفرو. اسمه ايه؟ سنفرو. يبقى اذن هرم يبقى سمي بايه بقى؟ عصر بناة
الأهرامات. ده ليه سميها بعصر بناة الأهرامات؟ لكثرة الأهرامات، لاهتمام ملوكه بكثرة بناء الأهرامات الكبيرة. طب الأهرامات دي محتاجة موارد، محتاجة استقرار، ولا كانوا بيحاربوا؟ كانوا مستقرين. يبقى ده دليل اللي هو عصر بناة الأهرامات كان في كثرة الموارد، كان فيه الأمن والاستقرار. مفيش دولة يا جماعة فيها حروب تحمل حضارة المصرية القديمة. عندي زوسر اللي عمل الهرم، واللي عمله امحتب، المهندس اسمه امحتب ده اللي عمل الهرم بتاع زوسر. خوفو خفرع منقرع. والأهرامات تدل على اهتمامهم وبراعتهم في الفن والعمارة والهندسة، كانوا بارعين جدا. والدليل على كده ايه؟ اللي هم بنوا الأهرامات على أكبر شكل هندسي. صح ولا مش صح؟ وخلي بالك لما أنا بقول لحضرتك عصر بناة الأهرامات كثرة الموارد، عندي استقرار وعندي أمن، يبقى كان عندي استثمار وعندي إمكانيات. فهنا يا ريس دي الأسرة الرابعة، ودي الأسرة الكام بتاعت خوفو وخفرع ومنقرع. خوفو وخفرع ايه؟ ومنقرع. يبقى دول الرابعة. عندي الأسرة الخامسة واحد اسمه أوسر كاف، واحد اسمه أوناس. قال لحضرتك أسر كاف وأوناس. طبعا الأسرة برضو الدولة القديمة، والدولة القديمة أسر كاف ده كان كبير الكهنة بتاع معبد أو إله الشمس، فعمل معابد للشمس وعمل مسلات كتيرة ومعابد مكشوفة. واهتموا برضو يا جماعة بالمسلات، يعني برضو كان عندهم فن وعندهم نحت. والناس ده اهتموا باللغة الهيروغليفية. اوعى تنسى بالله عليك، اهرامات يعني لغة هيروغليفية، واللغة الهيروغليفية دي اللي بيكتبوا بيها على الحجر. اي كتابة على الحجر ونقش على الحجر ده هيروغليفي، تمام. واللي برع فيه الكلام ده وعلى ايامه هو أوناس. ده بقى مستر في الدولة بقى، او بنتكلم على الاسرة الدولة القديمة. الاسرة الستة قال لك مسكها ملك اسمه بيبي الثاني. ده بيبي الاول اللي هو ابوه. بيبي الاول ده راجل كويس، وهتنسى بيبي الاول كان راجل كويس ورجل صالح، وبدأ يعمل بواكير للجيش، يعني بداية بذرة للجيش. اما ابنه ده اللي مسك يا ريس فوق ال 94 سنة، يعني انت واخد بالك مسك كتير جدا بسبب حكمه. انهارت البلد والدنيا تدهورت، فدخلنا في انتقال، اللي هو الانتقال الاول. يبقى الدولة القديمة عصر بناية الأهرامات، في كثرة الموارد، في الفن، في الهندسة، في العمارة، في استثمار الموارد، في النهاردة انك بتقول لي في امن واستقرار، فادى الى تقدم الدولة وعملت حضارة. عندي هرم خوفو وخفرع ومنقورع، عندي اللغة الهيروغليفية، الكتابة الهيروغليفية والنقش على الأهرامات، وعملوا مسلات. يبقى ده الدولة القديمة. تعال معايا نروح للانتقال الأول. الانتقال الأول هو ضعف واضمحلال. اوعى تنسى ضعف واضمحلال. في ضعف واضمحلال هنا يا جماعة في الانتقال الأول ده بالدولة القديمة كان من 3 ل6. دي من 7 ل10. من 7 ل10. بص بقى يا عم، أنا عندي هنا كثرة الفوضى. كثرة الفوضى. الفوضى كسرت. قال لي ضعف الملوك وضعف السلطة المركزية. وقال لي بص اسمع بقى، دي حكام الأقاليم زاد نفوذهم وعدم دفع الضرائب. رجعت الدنيا تاني
على قبل مين؟ حكام الاقاليم يا باشا، اللي هم حكام المحافظات. انت عندك الدوله فيها محافظات وفيها رئيس الجمهوريه اللي هي السلطه المركزيه. لما السلطه المركزيه اللي هو يبقى الدوله فيها فراغ سياسي، يعني مفيش رئيس او الرئيس ضعيف، فكل واحد يستقل بالمحافظه بتاعته، فيبقى ده وجه وده وجه. رجعنا تاني، حكام الاقاليم نفذوا او بسطوا نفوذهم على الايه؟ على البلد. خلاص انا يا باشا ماسك البلد، محدش ليه فيه. الله، يبقى النهارده بقى في فوضى، ضعف الملوك وضعف السلطه المركزيه، وعندي كثره فرض الضرائب، بقى عندي ضرائب كتيره، وعندي انخفاض منسوب نهر النيل. كل ده يا نهار ابيض. طبعا العصر ده يا جماعه قلنا عصر الانتقال الاول، بقى فيه فوضى واضمحلال، بس ربنا كرمنا بقى، وهشرحها هنا ان شاء الله هكفي. عصر الدولة الوسطى. عصر الدولة ليه؟ الوسطى دي 7 ل10، يبقى هنا من كام؟ من 11 ل 12. من 11 ل 12. الدولة الوسطى دولة قوية، فهتيجي تقضي على الضعف. انا بشرح قصاد بعض اهو. طيب اول واحد اسمه منتحتب الثاني. منتحتب الثاني ده يا ريس رقم واحد كده مسك كده. ايه ده؟ مين دول؟ مفيش حكومة مركزية، حكام الأقاليم واخدين راحتهم، كبار الموظفين شايفين نفسهم على الدولة، مفيش سلطة. فأول حاجة منتحتب الثاني وحد البلاد. ثاني منتحتب الثاني وحد البلاد. تاني منتحتب الثاني وحد البلاد. تاني يبقى مين اول واحد وحد البلاد؟ قلنا مينا وحد القطرين. تاني واحد منتحتب الثاني وحد البلاد. تاني اضعف بقى، بص قضى على حكم الاقاليم. تعالى، اخضاع حكام الاقاليم، اعادة السلطة المركزية، ونقل العاصمة طيبة تحت. نقل العاصمة طيبة. يبقى منتحتب الثاني وحد البلاد. تاني وحد بقى واخضع حكام الاقاليم، وده يا ريس اخضاع نفوذ كبار الموظفين. اخضاع نفوذ كبار الموظفين. يا باشا في دولة، في سلطة، في دولة وفي سلطة مركزية، أما هنا سلطة لا مركزية. يعني يا ريس ما فيش سلطة مركزية. منتحتب عمل العاصمة طيبة، وحد البلاد. تاني انتوا مصر انتوا قوية، واخضع حكام الاقاليم اللي بوظوا المحافظات اللي هم اسمهم الاقاليم. يبقى ده اسمه منتحتب التاني. جالي امنمحات الاول، وعندي امنمحات الثالث، وعندي سنوسرت الثالث. امنمحات الاول، ركز معايا. منتحتب الثاني ده اسس الاسره 11. امنمحات الاول اسس ال 12. عمل ايه؟ نقل العاصمه اسيتا واي. اسيتا واي ده يا جماعه عشان بس تبقى فاهم، هي قريبه من الدلتا. قريبه منين؟ من الدلتا. واهتم باقليم الفيوم، وعمل جنب بحيره موريس مدن، وعمل سد اللاهون. تاني
امنمحات الأول أسس الأسرة ال 12. راجل قال لك أنا عايز أعمل ازدهار في الاقتصاد وفي الزراعة، نقل العاصمة أسيتاوي. أسيتاوي قريبة من الدلتا في الأرض الخصبة، فعمل نهضة زراعية. ده بالفيضان عمل سد في مدخل الفيوم، تمام؟ إقليم الفيوم عمل سد هناك اسمه الإقليم الفيوم عمل السد اسمه سد اللاهون. سد مين؟ سد اللاهون. سد مين؟ سد اللاهون. وجنب بحيرة موريس عمل إيه؟ عمل مدن وزرع فدادين 28,000 فدان. طب انت عايز تقول لي، عايز اثبت لك ان العصر ده قوي. يبقى مين واحد البلاد تاني في الدولة الوسطى؟ منتحتب. ده بمين عمل سد اللاهون؟ امنمحات الثالث. ده بمين اللي اهتم بعمل اسيتاوي؟ امنمحات الثالث. ده بمين عمل طيبة، خلاها في طيبة في الدولة الوسطى؟ منتحتب الثاني. اخضع حكام الاقاليم في الدولة الوسطى منتحتب الثاني. طيب امنمحات الثالث اهتم بالزراعة واهتم بالعمارة، عملوا مدن وعملوا زراعة. ده بسنوسرت الثالث اهتم ايضا بالزراعة والعمارة والمدن، وحفر قناة تسمى سيزو ستريس. زيزو ستريس دي هي بتربط بين البحر الأحمر ونهر النيل، يعني كان في تجارة. العصر ده اسمه ايه بقى؟ اسمه عصر الازدهار الاقتصادي. عصر الازدهار الاقتصادي لأنه كان به تنمية اقتصادية كبيرة. منتحتب الثاني عمل استقرار للبلاد، وحد البلاد، أخضع حكام الأقاليم، خلى العاصمة طيبة تحت في الجنوب. قال لي عندي امنمحات الثالث خلى العاصمة اسيتاوي جنب الدلتا، عمل زراعة، عمل سد اللاهون، جنب بحيرة موريس عمل مدن. امنمحات الثالث وسنوسرت الثالث برعوا وعملوا ازدهار في الزراعة وازدهار في التجارة، ومن هنا كانت دولة تسمى الازدهار الاقتصادي. طب البناء والتأسيس عتيق. بناة الأهرامات قديم. الازدهار والازدهار الاقتصادي وسطى. طب الانتقال الأول سببه إيه؟ سببه ضعف الملوك، كثرة الفوضى، إخضاع حكام الأقاليم ولا زيادة نفوذهم. فكل ده يا ريس ضعف حكام الدولة القديمة. الدولة القديمة ضعفت، فرحنا للانتقال الأول. بعد كده إيه؟ الدولة الوسطى. أرجع تاني، واحد عتيق، اللي بعده قديم، اللي بعده انتقال أول، اللي بعده دولة وسطى. دولة إيه؟ وسطى. ده قلت لك قوة ضعف، قوة ضعف، قوة ضعف. طب أنا دلوقتي إيه؟ قوة، بعد كده ضعف، بعد كده قوة، أنزل فين؟ ضعف. يبقى دي دولة وسطى. دولة وسطى. ده انتقال أول ودي دولة وسطى. أنا رايح كده فين؟ للانتقال الثاني. مع نهاية بقى الدولة الوسطى الملوك يا ريس للأسف ضعفت الملوك وبقى عندي صراع على السلطة. فضعفت الملوك، وأول ما الدولة بتضعف بيبقى فيه مطامع للأعداء الخارجية. وأول ما أتكلم على المطامع للأعداء الخارجية لازم أتكلم على الهكسوس. الانتقال الثاني قلنا ضعف الملوك والتنافس على الحكم أدى إلى إضعاف الدولة. يبقى الدولة بقت ضعيفة. طمعوا فينا الأعداء الخارجية، هم يسموا مين؟
هكسوس. الهكسوس قبائل رعوية من شرق آسيا. الهكسوس هم قبائل رعوية من شرق آسيا، استغلوا ضعف الدولة والتنافس مع الملوك على الحكم، راحوا جايين وضعوا ايديهم على حكم مصر. بس مصر زي ما قلت لك كان عندي الجنوب ربنا كرمنا وأمراء الجنوب موجودين. أمراء الجنوب منهم سكنرع وكمس وأحمس، ربنا يخلوهن. وكان هنا أول واحد حارب الهكسوس سكنرع، بعد كده ابنه كمس. سكنرع مات، بعد كده كمس مات. أحمس استخدم زيهم العجلات الحربية، وده يأكد لك على التفوق الاقتصادي وإن المصر القديم يقدر يوصل. أحمس طارد الهكسوس وحارب الهكسوس بالعجلات الحربية والخيول، وقدر اللي هو يرجع سيادة الدولة القديمة على يد أحمس. أحمس كان بيدعمه إياه حتب. كان الدولة في الوقت ده النساء ليهم دور وطني زي إياح حتب وتيتي شري، لدرجة لما هم يطلعوا للحرب كنت تلاقي ست قاعدة بتدير الدولة لحد ما هم يرجعوا لك. وهنا يدل ان المصري القديم كان قوي الإرادة لاستعادة الوطن، ورجعت سلطة مركزية. يبقى أحمس بقى رجع السلطة المركزية وحقق أمن البلاد وطرد الأعداء. وده يا ريس احتلال خارجي أجنبي. أول احتلال خارجي أجنبي جاي لك من شرق آسيا، قبائل رعوية. أحمس ربنا كرم وقضى على الهكسوس وطارد الهكسوس، وهنا رجع السلطة المركزية. بقى في سيادة للدولة، محدش يدي قرار، مفيش تجزئة للدولة. ما انت عندك دول واخدين الشمال وده ماسك في الدولة متجزأة. لا يا ريس، أحمس هنا قال لك بقى في سيادة للدولة، والدولة هنا موحدة ما فيهاش تجزئة. أنا ما عنديش أعداء يجوا هنا ويمشوا قرارات وياخدوا ضرائب من الناس. ظلموا كتير الهكسوس. المصريين اتظلموا على يد الهكسوس، ولكن المغوار بتاعنا الملك أحمس. ملك أحمس هو طارد الهكسوس. أحمس تحيا أحمس الذي طرد الهكسوس. هيا بنا. يبقى ده الانتقال الثاني. ده بعد الانتقال الثاني هرجع تاني. واحد عتيق قديم، انتقال أول، وسطى، انتقال تاني، دولة حديثة. دولة ايه؟ حديثة. تعالى نمسك الدولة الحديثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدولة الحديثة. بص يا ريس، تعالى على جنب هنا اهو. من 1 ل2 عتيق، من 3 ل6 قديمة، من 7 ل10 انتقال أول، من 11 ل12 وسطى، ده من 13 ل17 انتقال تاني. يبقى هنا كام؟ 18 و20. واحد أحمس، حت شبسوت، حتمس. اكتب ورايا. الثالث إخناتون، ممكن نقول عليه أمنحوتب
الرابع، أمنحوتب الرابع. بعد كده عندي حور محب ورمسيس الثاني، وعندي رمسيس الثالث. تعالى نمسك واحدة واحدة. يا عم أحمس بعد ما طرد الهكسوس وسيطر على الهكسوس، حدثت بعض الاضطرابات الداخلية في الجنوب، فرجع للجنوب. الملكة حتشبسوت قال لي رحلات تجارية مع بلاد بنت اللي هي السودان. الملكة حتشبسوت تثبت لك ان المرأة ليها دور سياسي في إدارة الوطن. المصري القديم كان عنده ملكة اسمها حتشبسوت، كانت رحلات تجارية، ما ست بقى هتحارب بقى والسيوف وبتاع، لا، خلي بالك ده عصر يسمى عصر المجد الحربي. بس حتشبسوت ما دخلتش في المجد الحربي، دخلت في المجد التجاري. بلاد بونت اللي هم الصومال قالت لك راحت بعتت هناك رئيس سفن تجيب لك قرود ومواد تحنيط وبخور وطيور، وارجع يا ريس واشحن لمصر. فحتشبسوت لازم تعرفها بالرحلات التجاريه. تحتمس الثالث كان عندي حلف امراء سوريا. قادش دي مدينه، تمام، اميرها بقى كان معاه العركه. انا رحت معركه اسمها مجدو. يبقى عندك تحتمس الثالث عمل معركه اسمها مجدو. بص يا حبيبي، المعارك بتتسمى باسماء زي الاماكن اللي اتوجدت فيها. يعني مثلا ايه، اجي اقول لك معركه مجدو فتعرف ان مجدو دي منطقه او مدينه. المدينه دي في فلسطين. انا كان عندي حلفاء سوريا، فلسطين وسوريا متحالفين، والجثه اللي واقفه قصادي بقيادتهم في مدينه تانية اسمها قادش. ده الامير بتاع قادش. يبقى امير قادش انا مسكته سلفنته بقى. يبقى تحتمس انتصر في معركة مجدو، كانت امبراطورية، ربنا كرمنا. وخلي بالك مصر هنا كانت بتمتد اطرافها لانها كانت امبراطورية. هم كانوا عايزين يا ريس يحطوا نفوذهم على فلسطين وسوريا، بس ايه، طلعنا بفضل الله وكنا بنحارب من اجل تأمين حدودنا، ما كناش بنحارب للاستيلاء على الثروات والمعادن. ربنا كان كرمنا، عندنا نهر النيل وعندنا بحرين وعندنا كل حاجة، بس بنأمن حدود. إخناتون، يا إخناتون، ثورة دينية اللي هو إله التوحيد. إخناتون اللي هو أمنحوتب الرابع قال لك دعا إلى عبادة الإله الواحد وإلغاء نظرية تعدد الآلهة. هو الإله الواحد اللي هو آتون، وسمى نفسه إخناتون، المخلص إلى آتون أو العابد إلى آتون. وخلى عم المصريين وأكبرهم كان سياسته مش حكيمة. من سياسته حكيمة؟ بتوع العتيق كان سياستهم حكيمة. أما ده سياسته بقى عنف. خلى بقى يا عم الحاج مساعدين يكسروا معبد آمون، فكهنة آمون طلعوا لعنة آمون عليك، لعنة آمون عليك أمنحوتب الرابع. خلى العاصمة بتاعته أخيتاتون بعيدا عن الكهنة بتاعت آمون. دارت العركة ودارت المعركة لأن كهنة آمون ما استحملوش. كهنة آمون يا ريس الجاه والسلطة هتضيع منهم، ما داخل بقى اللي داخل بذهب واللي داخل بدنيا. يا آمون خلينا نخلف، يا آمون شغل بقى ايه، دماغ عالية قوي يعني. فحدثت الثورة اللي حصل في البلد، تدهورت البلاد بسبب الثورة الدينية. اللي قضى على الثورة الدينية حور محب، قضى على الثورة
الدينية، وإصدار القوانين. بقى في عدالة والفلاح جاب له حقه. حور محب أصدر القوانين، اسمه حور محب. حور محب أصدر القوانين، هدى الدنيا، خلى في استقرار في البلد. ده برمسيس الثاني عمل أول معاهدة سلام مع ناس اسمهم الحيثيين. بص يا ريس، الحيثيين دول هم في منطقة اسمها الأناضول، اللي هم أتراك يعني، تمام؟ دخلوا الشام وكانوا عايزين يحتلوها. وطبعا احنا قلت لك احنا كنا امبراطورية، فدخل معاهم معركة، تمام؟ سميناها معركة قادش. معركة ايه؟ قادش. وقلنا انتهت بمعاهدة سلام مع ملك الحيثيين. واول واحد يعمل معاهدة هو رمسيس الثاني، زي الرئيس محمد انور السادات. عملنا معاهدة السلام. ده برمسيس الثالث عمل معركة بحرية في البحر المتوسط. معركة بحرية في البحر المتوسط. يبقى ارجع تاني: أحمس حتشبسوت حتمس الثالث. اسمع: أحمس، قول ورايا: أحمس حتشبسوت تحتمس الثالث تحتمس الثالث أمنحوتب الرابع حور محب. قول ورايا: حور محب. رمسيس الثاني، رمسيس الثالث. يبقى ولا ها أحمس حتشبسوت حتمس الثالث إخناتون حور محب. رمسيس الثالث. وهنا عصر المجد الحربي، اللي هي عصر الدولة الحديثة. طب الدولة الحديثة قوية، أنا رايح لعصر الضعف. عصر الضعف. آخر عصر ضعف اسمه العصر المتأخر. العصر المتأخر من الأسرة 21 للأسرة 30. طلع لي منهم الأسرة 26، لأن ده عصر النور من الظلام، أو ممكن نسميه أمل. مش أخت سعاد، لأ، لأن ملوكه زي إبسماتيك الأول ونخاو الثاني. بص يا ريس، أولا أنت لازم تعرف عصر متأخر ضعفت الدولة ضعفت، الملوك بيتنافسوا. أي ضعف اضمحلال تعرف اللي فيه تنافس في التراب. مفيش يا ريس فيه تنافس على السلطة. قال يا ريس ضعف السلطة وضعف الملوك أدى إلى الاحتلال الأجنبي. أول حاجة الاحتلال الفارسي، والملك بتاعهم كان اسمه قمبيز. الملك الفارسي بتاعهم كان اسمه قمبيز. اللي جه خلصنا من الفرس اللي جه خلصنا منهم واحد اسمه الإسكندر المقدوني. اسكندر مين؟ مقدوني. غلب الفرس. لما مات الإسكندر المقدوني واحد اسمه بطليموس. واحد اسمه ايه؟ بطليموس. لحد واحدة اسمها كليوباترا. كل ده يوناني. كل ده احتلال ايه؟ يوناني. اللي قضى على كليوباترا الامبراطورية الرومانية واحد اسمه أكتافيوس، عشان ممكن تلاقيها في الأسئلة. يبقى أول احتلال فارسي يوناني روماني، وانتهت الحضارة الفرعونية.
ولازم تعرف ان اليونان جزء، تاريخ اليوناني جزء من الحضارة المصرية القديمة، تاريخ الروماني جزء من الحضارة المصرية القديمة. لما بتيجي تدرس في الكلية تاريخ مصر القديمة فرعوني يوناني روماني، لأن الناس دول قعدوا هنا خدوا مصر عملوا فيها حضارة، أقاموا حضارة. أنت عندك حضارة البطالمة دي حضارة كبيرة جدا، والحضارة الرومانية برضو عملوا فيها حضارة وعملوا فيها فنون وعمارة وغيروا أفكار كتيرة، وهنعرف الكلام ده مع المنهج إن شاء الله. وكده انتهت الحضارة الفرعونية بالاحتلال الفارسي، ثم الاحتلال اليوناني الإسكندر الأكبر ودولة البطالمة، ثم الرومان والإمبراطورية الرومانية على يد أكتافيوس. والسلام عليكم ورحمة الله.